تعالي بقى نتكلم عن 6 حاجات تقدري من خلالهم أو تقدر تقيم العلاقة اللي انت فيها ودي علاقة كويسة ليك ولا مضرة. يلا نشوف. هما 6 أسئلة. أول سؤال: بتحسي إنك أكبر ولا أصغر لما بتكوني معاه؟ يعني بتضطري تكشي وتصغري نفسك وتسكتي عشان تحافظي على الهدوء وتحافظي على العلاقة؟ حبيبتي ده مش هدوء، ده قفص. تاني حاجة: تقدري تحكي له أحلامك مهما كانت مجنونة أو عبيطة من غير ما تزوقي أو ترددي أو تفكري في الكلام، ولا لازم تفكري في كل كلمة كويس جدا قبل ما تقوليها زي ما يكون قلبك محطوط عليه رقاب ومقصر رقيب مستني يقص الكلام؟ تالت حاجة: بيحفزك عشان تكبري وتتطوري وتبقي أحسن، ولا هو لوم وتكسير مقاديف باستمرار وكلمة ما أنا قلت لك وأنت اللي ما بتسمعيش الكلام؟ لو الإرهاق هو الشعور اللي مسيطر عليكي طول الوقت، زي ما تكوني بتجري على المشاية ومش بتوصلي لنتيجة ومش بتوصلي في حتة، ما انت بتجري في مكانك يا ولداه، تقدري تتخانقي معاه من غير ما تخافي ان العلاقة تخلص؟ لو كل خناقة بتحسسك ان دي بداية النهاية، يبقى انت عايشة في سجن عاطفي. 5: بتحبي نفسك وانت معاه؟ بصي في المراية، يا ترى وانت معاه بتشوفي احسن نسخة من نفسك ولا النسخة اللي دايما في حالة دفاع عن نفسها؟ اصل ما كانش قصدي، اصل. 6: شايف امكانياتك وفرحان بيها ولا بس بيستغلك؟ لو بيشوفك بس كواحده بتأدي له خدمات او بتخدميه او بتساعديه، يبقى ده مجرد دورك في حياته، وسيله مش شريك. لو اول مره تشوفوني، انا رشا، وده على جناح حكايه.